وأنا قاعد مع مراتي المشكلة تيجي تدخل على الأوضة مش مرة ولا كذا مرة وتشوفنا في الوضع ده والواحد بيكون يعني مظبط نفسه في الوضع ده فاهمة؟ تاخد تتفرج وتضحك وبعد ما تروح على نفسها بتسرح شعرها تدخل مثلا تجيب مش عارف ايه س... ومراتي كمان تقعد تزيد في اللذيذة بالزيادة فاهمة ازاي؟ ثواني يا حضرتك، ايه اللي بتقوله ده يا باشمهندس؟ الو، مساء الخير. بس الله فن. اهلا وسهلا، نورتني. ازيك يا دكتور ربنا يستر عليكي. الله يخليك. الحلقة مذاعة، حضرتك موافق بالإذاعة؟ تمام يا فندم. تمام، تحت أمرك، اتفضل. تمام. حضرتك أنا متجوز من 3 سنين. من 3 سنين؟ من 3 سنين. اه، تمام. ومراتي كانت مخطوبة قبل، اتخطبت 3 مرات. تمام. تمام. مم. من ضمنهم خطوبة كان كاتبة كتابها وكده فيها. كاتب كتاب بس تمام من بس غير ما دخلتش يعني. تمام. تمام. يا ستي أنا عندي 29 سنة. مم. المهم مراتي وأختي أصلا في المدرسة كانوا مع بعض. أختي دي متجوزت. اه. تمام. عندهم 25 سنة هم الاتنين قد بعض يعني. اه. فالمهم يا ستي مراتي دي بقى من شفت الستات الجريئة والحاجات دي. فالمهم أنا بقى من النوع اللي إيه أنا بشتغل بقبض كام في الشهر 15,000. ما شاء الله، ربنا يزيدك. ربنا يخليك. المهم انا يا دوب باخد مصاريفي وبتاع فبتقول لي الفلوس مش مكفيه وبتاخد مني الفلوس كلها بتوديها فين ما اعرفش. تمام. بتقول مم. لي مفيش وقدامك والمصاريف غاليه والحاجات اللي انت عارفاها دي. انتوا عندكوا تمام. أولاد؟ لا لسه. يعني 15,000 مش مكفينك انت وهي؟ مش عارف بقى. طب ما فكرتش ان انت اللي تشيل مصروف البيت وتجيب انت الطلبات، وتعرف الفلوس دي بتخلص في ايه؟ فكرت تقعد تقول لك عايزه 100 هنا عايزه 200 هنا مم. عليا ديون هنا مش عارف ايه. وهي اه. واختي بقى واختي بتطبل لها فاهمه. مم. يعني دايما تقول لي بروح انا واختي يعني اختي يعني. تمام. بيروحوا يشتروا الطلبات، يعني هما الاتنين سوا؟ هم مع بعض يعتبر 24 ساعة. اه، تمام، كويس، فاهم علاقتهم ازاي؟ كويسة ببعض يعني. أنا مخوف إنها كويسة. ليه؟ ايه اللي يخوفك في كده؟ يعني أقول لك إزاي أنا كذا مرة أدخل البيت ألاقيهم لابسين هدوم خفيف في البيت مع بعض وهم قاعدين ألاقيهم نايمين جنب بعض ألاقيهم أصلا مراتك كده يعني. مراتك فاهم؟ واختك؟ أه. مم. يعني حاسس شك إن في حاجة بينهم وبين بعض علاقة أو حاجة زي كده. فاهم إزاي؟ تمام. مم. كمل. فالمهم أنا بقى فبقول دلوقتي دايما كده وفي البيت ويعتبر شبه على الحكاية دي. لما ربنا الجو حر حتى هدوم يعني هدومهم يعني كلها شبه سواء يعني بعضها. فاهم ازاي؟ مراتك تلبس اللي تلبسه قدامك، ما فيش ما يجراش حاجة، مش مشكلة، انت ومراتك عادي. لكن اختك مم. تلبس كده قدامك، يعني ازاي؟ معلش. ما ده اللي هيجنني. هيجننك؟ تمام الكلام ده اصلا يعني موضوع ان اختي تعمل كده او تلبس قدامي كده دي سنة بس. جديد، يعني موضوع جديد. اه. اه، انما انا من يوم ما اتجوزت هم مع بعض. من ساعة ما فاهم اتجوز. ازاي؟ هما مع بعض من ساعة ما اه. انت ما اتجوزت، بس حوار ان انت بتشوفهم باللبس ده مع بعض بقالهم سنة بس. اه بقالهم سنة. انا بشوفهم لا مرات كنت كده كده دايما لابسة مثلا الشقة بتاعتنا احنا شقة ضيقة ومكتومة حر يعني فاهم ازاي؟ اه. فتستحمل تلبس هدوم كلها بسبب هدوم داخلية يعني الحاجات اللي انت عارفاها بتاعت المتجوزين دي. امم. تمام. تمام. آه. اختي مثلا بتشوفني كده وراها داخلة الباي ولابسة مثلا ايه
اللي هو القميص الطويل ده يعني، فاهمة؟ ماشي، مع مفهوم، اوكي. اه. فالمهم يا ستي واختك ما الحاجات دي، بتتجوزش ليه؟ يعني اختك فين مشكلتها وقاعدة عندكم ال 24 ساعة في ال 24 ساعة؟ أختي اتخطبت 5 مرات. وبعدين؟ ما أعرفش بقى اللي بيحصل، بيسيبوها ليه. هما اللي بيسيبوها؟ مش هي اللي بتسيبوها، هم اللي بيسيبوها. هما اللي بيسيبوها، اه. وانت مع بما وكذا انك مرة. اخوها، يعني ازاي خمس أنا خطوبات تتفسخ؟ ما فيش ولا واحد فيهم قال لك انا سايب اختك او انا هفسخ، انا مش عايزة عشان كذا كذا كذا؟ محدش ابدا قال لك السبب؟ هي بتطلع في عيوب الدنيا، بس أنا بعرف في الآخر إن هي اللي هم اللي سايبينها، مش هي اللي سايباها. اه. فالمهم يا ستي، أنا شغال بروح كل خميس بالليل والجمعة، وبمشي السبت. امم. تمام. أنا امم. موظف في شركة، مشرف في شركة وكده يعني. ماشي. تمام. امم. فالمهم أنا كل اللي باخده يعتبر المرتبات، أنت عارفة، مثلا ممكن سهرات، السهرة مثلا، مثلا بتجمع لك السهرة بتاعتك آخر الشهر بتضيفها مرتبك. امم. فاهم ازاي؟ مسار ساعة كل يوم، ساعتين كل يوم كده يعني. المهم ده بتكفينا أنا. تمام. المهم أنا بدخل الشقة ألقى في ريحة سجاير. تمام. امم. ألقى في ريحة سجاير. بق مراتي ريحته سجاير، ولا يا بنتي إيه ده؟ بتقولي أنت تقعد تزعق بقى، أنت تشتغلنا، أنت مش عارف إيه. وأختي تقعد تمسك فيا برضه، أنت بتتبلى عليها ليه؟ ألقى ريحة أختي برضه سجاير. اه. المهم أقنعوني إن هو مفيش حاجة زي دي. ما فيش، انت تمام. انت ما بتشمش بقى؟ أنا ما ما هو أعرفش اصل بقى في لأن أنا حاجات، بصي. في حاجات كده يعني ممكن نعديها ونكبر دماغنا، لكن في حاجات لا، انا شامم ريحتكوا سجاير انتوا الاتنين، بتشربوا عملت سجاير، ما مشكلة تقولوا بتشربوا سجاير، ما انتوا بتعملوا اللي انيل من كده يعني. وضربتهم الاتنين بصراحة. اخيرا احمدك يا رب. تمام. اه. المهم ضربتهم ده، يعني الكلام ده في أول ما اتجوزنا، فاهم ازاي؟ امم. مرة بقى طبعا دي بتقول والتانية بتطبل لها، دي مراتك غلبانة، دي طيب، دي بتحبك، دي مش عارف ايه. طب بتحبني ماشي، وغلبانة ماشي، طب انتوا دايما تليفوناتكم أصلا غير متاح ليه؟ فاهم ازاي؟ ليه؟ معاك رقم تاني، فاهمين. يعني انت أنا ما شاك إنك استنى بس، بتحبني. اما بتتصل بدي بتلاقيها غير متاح، وما بتتصل باختك برضو غير متاح؟ اه. يعني مش دايما، معظم الأوقات يعني أغلبية. اه، يعني بيعملوا ايه في التليفونات طالما انت بتشكك فيهم هما الاتنين اصلا مع بعض؟ ما هو ده اللي هيجنني. المهم يا ستي، أنا بقى باجي، طب أنا مثلا تليفونات غير متاحة، أنتوا معاكم أرقام تانية؟ لا هم عاملين مش معقول الشبكة خاصية، تفصل الاتنين. لا هم عاملين خاصية تظهر ان ارقامهم غير متاحة. مش يعني هم هي عامل ازاي دي؟ في خواص على التليفون تديك ان التليفون غير متاح، وانت تفتكر ان الشبكة لأرقام واقعة. معينة؟ اه طبعا، لأرقام معينة، اه طبعا بيتعمل كل حاجة دلوقتي بتتعمل. مش عارف. المهم يا ستي، مم. أجي بقى، تيجي مثلا في العيد، في مناسبة كل فترة، ما تيجي هدوم، بتجيب ليها ولأختي، ليها ولأختي، هدومهم يعتبر شبه إنها نسخة واحدة. اه. فاهم ازاي؟ مم. الداخلية والخارجية معظمها شبه بعض، بس الداخلية في الحاجات دي كلها، الشرطات والأدوات اللي صار في البيت دي، الهجمات والكلام ده، ماشي. كله نسخة واحدة. تمام؟ ماشي يا ست، أنا كده كده برضه هقتنع إن أنا كداب وحمار ومش فاهم حاجة وأنتوا صح. تمام؟ طب أنا لما أجي بقى بالليل تمر عليهم بالصدفة، ألقاهم نايمين يعني، مش عايز يعني، بس هي حاجة بسيطة جدا جدا جدا، حتتين بس، فاهمة ازاي؟ مم. داخلية.
طب انت متجوزه بتلبسي الحاجه دي، ما انت عارف ان المتجوزين في حاجات لبس داخلي معين بيلبسوه. مم. فاهم ازاي؟ طب البنت بنوت في حاجات معينه ما بتلبسهاش غير المتجوزه. فاهماني؟ ايوه تمام كمل. بتاع الفتله ده من الاخر، فاهمه؟ مم. تمام. طب انت مش متجوزه لابساني، انا شفتهم نايمين جنب بعض ومش حاسين بحاجه. تمام. ودايما تلاقي في افرازات في هدوم داخليه، دايما مثلا لهم، ما اعرفش، انا شاك انهم بيعملوا حاجه. طب انت كل بنت مثلا بنت الموت بتجهز نفسها زي المتجوزين؟ طبعا مستحيل، صح؟ اه طبعا. هتقول لي بقى شفت الحاجه دي ازاي بقى انت، صح؟ مم. شفت اختك ازاي انها مجهزه نفسها من تحت وكده، زي المتجوزين كده. دخلت عليهم لقيتهم لابسه اللي هو الفتله ده، وكل حاجه بتكون ظاهره، مش ظاهره حاجه انها لابساها اساسا. تمام. طب انت عامله دي ليه؟ عامل حاجه دي ليه؟ تقول لي عادي ومش عادي ومش عارفهم ايه. يا مره. هو بس اه. الفكرة اختك بتلبس الحاجات دي في بيتكم انتوا ليه؟ يعني لا ما انا نفترض من ان ده اللي هي بتكلم فيه. شمال وان هي مش تمام والدنيا معاها زي الزفت واخلاقها بايظة، جاية تلبس الكلام ده بالظبط. عندك انت ليه يعني في البيت؟ انا مش فاهمة يعني ازاي اخت تلبس قدام اخوها اللبس ده. عسلية ليه؟ عسلية ليه طيب؟ اه وبعدين هما يعني دول بجحين، يعني انتوا لو بتعملوا حاجة قذرة انتوا الاتنين سوا فاضحين نفسكوا، مش لا، مقنعة بيكونوا يعني. نايمين. انا ادخل عليهم البيت الاقيهم مثلا عريانين، هم الاثنين لابسين فتله ده. انا دخلت انا كذا مره امسكهم لابسين. هم فاهم على طول ازاي؟ حرانين، يعني على طول الدنيا حر قوي. كان اه. في الشتاء عملوا ايه؟ طيب في الشتاء كانوا بيعملوا ايه يعني؟ مش فاهمة. بيلبسوا برضه بس البيجامات اللي هي الضيقه او امم. فاهم ازاي؟ اه. اتفاجئت انها عامله تاتو على جسمها. مم. طب احنا اللي بنعمل تاتو، احنا مالنا من الحاجات دي؟ تقول لك لا، البنات كلها بتعمل. هما الاثنين عاملين. اه. تمام. طب مم. التاتو اسالك انا بقى بصراحه بعد اذنك، معلش عايز افهم دي، بس اللي بيعملوا حريمي فعلا ولا رجاله؟ اللي بيعملوه، لا في اه. رجالة بتعمل، لا في الصنايعي يعني قصدك الصنايعي اللي بيعملوا اه. راجل ولا ست؟ لا في طبعا في رجالة وفي ستات، الاتنين موجودين يعني. بس عاملين من ورا كده، هما الاثنين على الناحية اليمين، هما الاثنين على نفس التاتو، نفس المكان، وكل حاجة زي بعض طب هو انا طب احنا دلوقتي فهمنا اللي حضرتك شاكك فيه، نهاية الشك ده ايه؟ حضرتك اتأكدت ان في حاجة قذرة بينهم هما الاتنين لسه. ولا المشكلة فين يعني عشان نبقى فاهمين؟ لسه ما انا بكلمك، انا تعبان من القصة دي قوي. المهم ست ايه، مم. حاجات ايه، المهم من فترة كده، آه انا مثلا طالعة من الحمام عاملة نفسها مش قاعدة، مثلا انا بنام من بعد كنا مراته في صوت وبتاع، انت فاهمة صح؟ تمام. اه. لا قاعدة بقى وصوتها بره، ولا مرة تفتح الباب تدخل علينا. إيه، تروح مثلا مرة تقول لها إيه، وهي واحنا مع بعض، تقول لها إيه عاوزة إيه؟ يا بنت لازم عاوزين تعملي إيه؟ اطلعي بره. تقول لها لا لا، هتعمل إيه؟ أنا أخوها، هتشوف كذا مثلا. فاهم إزاي؟ طب في إيه في الحوار ده؟ وهي تضحك. طب كده في إيه؟ مم. كذا مرة ألقى نفسي أنام في الصالة، قاعد في الصالة ألقى نفسي بشرب مثلا الشاي، أشرب قهوة بتاع، ألاقي نفسي بنام. وشكيت في القصة دي كذا مرة. طب ممكن يكون بينيموني بيعملوا فيا حاجة مثلا، ما أعرفش. تمام. مم. المهم يا ست، آه يعني مثلا أختي دي لمحتني في الحاجات دي، فاهمة إزاي؟ يعني ايه عشان أجيب لك من الآخر. لمحت لك ازاي؟
يعني مثلا هما الاتنين مثلا قاعدين بهدوم خفيف، اه. تمام. تيجي بقى أختي مثلا آه، مثلا مش هتبقى، بس بعض الأوقات تبقى عندها السنة دي بالذات تطلع لي مثلا قاعدة لي في البيت بقى، مش الهدوم، قاعدة في البيت مثلا بدون داخلية، بس أقول لها أنت عيب. تقوم مراتي تقول إيه؟ إيه أنا في إيه؟ أنت هتتجنن داخل. طب ما أنت لابسة الفتلة ده ليه؟ أنا هتجنن. ايوه ماشي، اختي على طب عيني أنا مش وراسي، عارف، لابسه كده ليه يعني؟ مش فاهمة. أنت كده يعني يعتبر الحاجة ه... الفتلة دي يعتبر مش لابسة، صح؟ شبه مش لابسة. تمام. زي ما تقول من الآخر بتسخن على أختي، أختي نفسها بتسخن عليها. فاهم إزاي؟ لما أجي من الشغل قاعد تحضني كده، وحضن مش حضن طبيعي يعني، هما فاهمة؟ الاتنين عايزينك تعمل علاقة معاهم من الآخر يعني، معاهم هما الله الاتنين. يسترها، ده اللي أنا ما أعرفش بقى هو ده اه. اللي إحساسي صح ولا غلط. مم. تمام. اه. أوقات بقى مثلا النهاردة روقنا مع بعض، تيجي مثلا بكرة ألاقي أختي مثلا نايمة جنبنا، بتخش تنام وبرضه جنبكوا زي ما عادي باخد كده يعني، الكلام من غير ما تستأذن؟ عادي. الآن هي والاتنين دخلوا يناموا قدامي، هو يعني هو شغالين مثلا حضرتك كل حاجة ثانية بس، حضرتك كل حاجة عندك عادي، ويوم ما مش عادي، أنا بتتكلم بقول لك ما يا هو حضرتك ستي. مش حاطط النقط فوق الحروف. حضرتك كل ما يقولوا لك لا ايه مش يعني دي فاهماني. اختك عادي، انت بتكبر دماغك. ايه يعني دي اختك عادي؟ ما مش قطعتش بكبر دماغي، العلاقات. أنا ما هتجنن. قطعتش العلاقات دي من الاول ليه؟ قول لها انت ليكي يا ست بيتك، حاولت، اقعدي في بيتك يا بنت حاولت. يا اختي، وانت اقعدي هنا في بيتك انت كمان، وكل واحدة تعيش ما هي حياتها بقى بقى أقول لك بقى، أنا مامتي متجوزة، مم. وبابايا بتاع مطلقين من زمان، فاهمة؟ اه. بابايا اتجوز، سافر بره، قاعد في بلاد بره. بابايا أنا مم. من 10 سنين وأكتر، 10 إيه ولا 15 سنة. واختي بقى بابا مامتي اتجوزت واحد، وبتقول لك بتحرش فيا كل شويه التاني. طب قول لمامتك، مامتي اروح اقول لمامتي، مامتي تقول ايه؟ هتتجنن اللي بص لها ازاي انا، انت وتروح ماسكه فيا مامتي. اه. اهم حاجه ان هو بيتحرش فيا. طب انت جاي تحرش فيا انا مثلا؟ فانت اضطريت تاخد تمام. اختك عندك يعني. هي يعتبر جايه عندي بحجه ان جوز امي بيتحرش فيها. مم. فاهم ازاي؟ اه. طب انت عندك يعني افلام مقاطع الفيديوهات الاباحيه دي ليه؟ ليه انت كبنت ليه بتقول ايه؟ لا وربنا ده كان عنده بالغلط. هو فاهم حضرتك ازاي؟ بتتكلم معاها بمنتهى الهدوء يعني، ما مسكتهاش مثلا كراجل بقى كأخ لا خايف على بزعق أخته، بزعق ومشاكل. بضرب بقى وتهزيق وشتيمة، وإيه القرف اللي انت اه فيه ده، وإيه اه الحياة ايوه بتتخانق معاها يعني ايوه عادي. اه. ومفيش فايدة عادي هي بقى. ولا كانت بتعمل حاجه، بضربها. وبصي بالخرطوم، بخلي الخرطوم يعلم على بس طبعا هي كده كده يعتبر شبه انها قاعده في البيت مامت يعتبر. اه. شوف خرطوم بقى بينزل على جسمها، بعلم على جسمها. مم. وبص ومراتي تيجي تتكلم، اروح حاطط مراتي فوق، وانزل فيها ايه؟ ضرب. هما يقعدوا يستاهلوا بقى الضرب ايه يحسسوا بصراحة على هما جسم الاتنين. بعض. اه. اه المهم تحس انهم بيتكيفوا من الضرب. كمان. فاهم ازاي؟ ده اللي مجنني بقى، ده اللي بص انا هموت. انا مش عارف بقى اعمل ايه. طب الان طب مراتي، طب م- افترضنا انها بنت كلب، طب اختي. زيها. ما اعرفش، ما اعرفش بقى. انا مش عارف انا اللي غلط ولا هم اللي غلط ولا هم ما هو استغفر الله العظيم ما الشواهد اللي لهمش ذنب. حضرتك بتتكلم فيها دي كلها بتبين ان هما الاتنين ما عدوش يعني التربية ما عدتش عليهم، يعني الاتنين حتى مش الافلام الاباحيه، الافلام اه. الاباحيه اللي عندها، تمام، مشكلتها انها كلها بنات مع بعض، فين وفين لما تلاقي راجل مع واحد. فاهم ازاي؟ هو طب يعني انت ما اشمعنى شاء يعني؟ الله انت داخل بقى في التليفون بتاعها وشايف كل حاجة. مش يعني انت اخدت الدنيا منها كلها التليفون. الدنيا كلها ما يعني انت الدنيا كلها واضحة وظاهرة قدامك ان في حاجة قذرة
بينهم هما الاتنين، انت ساكت لهم بقى عادي يعني كده ولا ايه؟ أنا كل يوم بضربهم. طب وبعد الضرب، ما هو الضرب ما ساكت بيجيبش إيه؟ نتيجة، ده هما متشككين ومبسوطين بالضرب، ده هما متلذذين انك طب بتضرب. طب أعمل إيه فيهم تاني؟ مش عارف. تعمل طب ايه أنا فيهم؟ هطلع مراتي. اختك دي تتنيل على عينها تتجوز وتشوف لها واحد يلمها، ومراتك دي مش رخرت لاقيين واحد تتطلق. يلمها معاه. بكلم جنبي مش لاقيين واحد يلمها. ما هي مش هتتلم، هي فاهم مش إزاي؟ بني ادمه مش طبيعيه اصلا، ما يعني هي واحده مش طبيعيه. ما أعرفش. وحتى أنت مثلا كبنت بنوت المفروض الحاجات دي بتتعملش يا أساسا باش مهندس، ما هي إلا مش بس بنت من بنوت سنة. اصلا، ما هي خلاص هي بخ كده بنت بنوت. هو انت متاكد من ان قصه انها بنت بنوت دي منين؟ ما يعني انت الوضع اللي حضرتك بتحكيه لنا ده دلوقتي كده، دي بنت؟ مستحيل. مش عارف. مش عارف ازاي انت عمال تحكي بلاوي سودا ومتلتله، دي بنت منين بقى؟ أنت اللي مجنني يا الله. أنا مش عارف. أنا مش عارف دلوقتي عايز أعمل إيه في القصة السوداء دي. مش عارف. المهم يا ستي، يعني أنت عايزة إيه؟ يعني أنت مثلا أنت شمال وخليتي أخت زيك